السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب كل يكون بخير وصحة وعافية، آمين يا رب العالمين. معكم اليوم قصة جديدة وقصة من حصلت بالفعل، قصة من السعودية الشقيقة بالذات، من بلاد السعودية. فتاة أصابت بالإيدز أثناء إجراءها لفحوصات العائلة. كيف صار معها الإيدز؟ يلا نعرف. قبل أي شي بنحب نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فتاة تصاب بالإيدز أثناء إجراءها الفحوصات العائلية لعائلتها. أظهرت فحوصات طبية للعائلة تمهيدا للتبرع بالدم لمريض أصاب بالسعودية، فتاة سعودية بمرض الإيدز. وانتقلت الإصابة الفتاة أثر استخدام الخادمة بالمنزل في رشاية أسنانها الخاصة بها في الوقت الذي لم تثبت أي دراسة علمية، سواء كانت غربية أو شرقية أو وسطانية، أو بإمكانية الإصابة بالإيدز عن طريق فرشاية الأسنان أو بعوضة، وظل ذلك مجرد تكهنات أو تخمينات لا ترقي إلى إثبات علمي، كممارسة الجنس أو نقل الدم الملوث والفيروس. ودارت التساؤلات عن كيفية دخول الخادمة إلى البلاد وحصولها على شهادة الصحية والرخصة للإقامة. ولكن بعد ذلك ماذا وماذا ولكن بعد أن انحرقت، ظهرت فتاة بالعمر 16 عاما. عمر فتاة تتفتح كالزهرة. وواضح أن المسؤولين في قسم العلوم الجنائية بكلية الملك فهد الأمنية في دراسة العلمية أن المرأة دخلت إلى أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية، وطلب الأطباء من جميع أفراد العائلة إجراء فحوصات عن أي مرض معدي تمهيدا للتبرع بالدم الصالح للمريضة. وكانت المفاجأة أذهلت رب الأسرة عندما أبلغوا أحد الأطباء بإصابة ابنته البالغة من العمر 16 عاما ربيعيا بمرض الإيدز. واعتقد الأطباء أن الإصابة قد تكون تمت عن طريق الاتصال الجنسي، أو عن طريق نقل الدم الملوث، أو من خلال ترددها على عيادات الأسنان. وبعد الكشف عن الفتاة المصابة، وجد الأطباء أنها ما زالت عذراء، وأن أهلها قد شكوا فيها أو بأمرها أنها ابنتهم ليست نظيفة أو بعض الشيء لا سمح الله، كما أنها لم تتردد على العيادات أو المستشفيات للعلاج بأي مرض. وبعد الإبلاغ السلطات المتخصصة أجريت الفحوصات الطبية على الخادمة التي تعيش في المنزل، الخادمة الفلبينية الجنسية. وبعد أنها وجدوا أنها مصابة بمرض الإيدز. وأوضح أن تلك الخادمة تقوم يوميا باستعمال فرشاية الأسنان الخاصة بتلك الفتاة دون علم من الفتاة أو الأسرة. بعد ذلك تم نقل المرض إلى الفتاة عن طريق تلوث الفرشاة بدماء الخادمة الملوث المصابة بمرض الإيدز. وفي الختام نقول حسبي الله ونعم الوكيل في الخادمة. قمنا بنقل هذه القصة لكم أحبتي، لكي لكم وخوفي عليكم. إخواني بالله، انتبهوا من خدماتكم ومعظمهم من جنسيات غير مسلمة ويريدون لنا نقل الشر. اللهم عافنا وعافي أختنا المسلمة واشفيها من هذا المرض اللعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأبسط شيء أن نقوله، بالله عليكم تدعوا لأختنا بالله إن الله يعافيها. هم بالأصل حطوا للخادمة هاي، عملوا لها غرفة خاصة وحمام، آسف على الكلمة، خاص بها، وكل شيء يخصها بالمنزل خاص بها، إلها حالها بغرفتها مستقلة وكل شيء إلها. لكن هذه الخدامة كانت هي جاية وقاصدة إنها تخلي المرض يتفشى في البلاد عن طريق اللثة الملوثة تبعتها. فكانت هي مريضة، وكانت تدخل على غرفة البنت خلال خروج البنت إلى المدرسة. كانت تدخل على الغرفة وتستخدم فرشاية أسنانها، وكانت تفرشي أسنانها بشدة كي ينزل منها الدماء، وكانت تفرشيهم وتضغط عليها كي يتفشى المرض، وتنقله هذه البنت، والبنت تنقله لإخوتها والأبوها والأمها. حسبي الله ونعم الوكيل عليها.
على كل اللي بيأذي حد من غير أي سبب. هم عيشوك وجابوك من آخر الدنيا علشان تنقلي لهم المرض منك لله يا شيخة. انتبهوا اخواتي المسلمين، اخواتي بالله، لما تجيبوا شغالة تاخدوها على طبيب خاص، لا تاخدوها على مستشفى حكومي بيكشفوا عليها من برا لبرا وخلصنا. خدوها على طبيب خاص يعمل لها فحوصات كاملة شاملة، لأنه حياتكم مش لعبة بإيدين ناس زي هيك، حرام نحكي عليهم حتى بشر. هاي كانت قصتنا لليوم، أتمنى من الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها وأخذتوا عبرة، إنه مش أي حد نلاقيه على الشارع نشغله على طول، لازم تاخدوه على طبيب خاص يفحصها ويعمل الفحوصات اللازمة. بحبكم بالله، كانت معاكم ريتا جمال. الله يشفينا ويعافينا والله يفرجها عليكم وعلينا. صلوا على النبي كثير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحبكم بالله، لا تنسوني من دعوة حلوة منكم، الله يفرجها علينا وعليكم. باي، سلام. لمحت الظلمة بالجسم الصغير مكتوم في الركن من أركان الصالة، دي مريم